مش ممكن ولا معقول تطلع بالجمال ده. استنوا عليها لما تكمل سواها وتاخد اللون الجميل، وقولوا رأيكم فيها وفي الرز اللي تحت منها ده. احنا زهقنا من البانيه فقلت اعمله بطريقة تانية. صلوا وسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعالوا نبدأ. ما تنسوش ان عجبكم الفيديو يكون فيه شير ولايك، ونبدأ بسم الله. انا معايا مية بصل، عملت بصلتين حلوين كده ضربتهم في الكبة وخدت ميتهم، وجيت ضفت بقى جنزبيل وبصل بودرة وتوم بودرة وشوية فلفل كده متبلين بالحبهان ورق اللورة، ومعلقة بابريكا حلوة كبيرة كده، ومعلقتين صويا صوص، ومعلقة عسل أبيض، وما تنسيش الملح، وشوية خل صغيرين كده، وقلبنا كله في بعضه. ده العسل الأبيض يا جماعة، معلقة كده، وتقلبي كله في بعضه، وتروحي جايبة البانيه اللي انت مش عايزة تعمليه بانيه، وتروحي حطاه في التتبيلة ديت، وتسيبيه في التلاجة حوالي ساعتين على الأقل، هو من ساعتين ل4 ساعات. نتبله كده ونسيبه يشرب منه. ده يا جماعة بانيه، بس احنا زهقنا بقى مش هنعمل بانيه، وزهقنا تصوير بانيه بصراحة. يعني قلت اعمله ده، ما كنتش متوقعة انه هو يطلع بالجمال والروعة ديت. هنحطه في التلاجة ندخله زي ما قلنا. انا ما استنتش اكتر من ساعتين. معايا بقى زيت زيتون، ورحت جاية مشغلة على الصينية الطاسة بتاعتي، وضفت زيت الزيتون، وما تستنيش على الزيت يسخن اكتر من لحظة. ونزلت الفراخ تاخد الصدمة الاولانية كده فيه، وبعد كده ننزل الصوص بتاعه، بقية الصوص بتاعه، علشان البانيه يستوى فيه وياخد اللون الجميل بتاعه اللي انتوا شفتوه. طريقة جميلة والله يا جماعة، جربوها في البانيه، وممكن تجربوها في صدور الفراخ برضو. بس في صدور الفراخ هتحتاج ان انت تستنى عليها شوية وتغطيها حوالي نقول مثلا تلت ساعة. اما البانيه بياخد له حوالي من 10 ل 12 دقيقة بيكون اهو خد الصدمة. هنزل بقى بالصوص بتاعنا عليه، بقية الصوص اخليه يستوي فيه وياخد راحته فيه كده ويشرب منه، ويدي الطعم الجميل ان شاء الله. لما تجربوه يكون معاكم كويس. وتعالوا نعمل جنب منه. عملنا جنب منه شوية رز بسمتي، وكان جاي لي شوية زعفران كده هدية، فرحت حاطة شعرتين منه على الرز البسمتي. انا عاملاه بالرز المصري. وتقدم الطبق ده بره يا جماعة. طبعا ما بيبقاش عليه كمية البانيه ديت، ب200 جنيه، بنص كمية البانيه، بقطعتين 2 بانيه. طب انا عملت كمية انتوا شايفينها اهي.